حاجة اسمها ان انا ابني علاقة صحية مع جسمي، ان انا ما بصش لنفسي بصة مقرفة او ان انا انتقد فيا حاجة. ليه بنقول كده؟ علشان انا لو ما بنيتش علاقة كويسة مع جسمي وحبيته، مع الوقت لما ادخل علاقة ويكون في حاجة انا مش متقبلاها في جسمي، هيجي حد هيدوس لي عليها. يعني ايه؟ مثلا شعري خفيف من قدام، عندي لغد مثلا، عندي كرش مثلا، ايه القرف ده؟ شكلي مقرف، انا مش عارفة، شكلي عرة. فببدأ اقول لنفسي لجسمي دايما رسائل سلبية. فمع الوقت بعد مرحلة البلاتو والهاني مون بيريد وكده، هيبدأ الشخص يدوس لك عليها. ايه ده؟ هو انت شعرك ليه خفيف؟ فيبدأ يدوس لك على الحتة المفتوحة، فتحسي ايه ده؟ هو عرف منين؟ او انا مثلا بقولها له. فانا بستفاد ايه؟ انا لما ما بتقبلش جسمي بحس باحاسيس وحشة قوي، والاحاسيس دي بتترجم بعد كده عند الناس، لان انا مراية نفسي. اهم حاجة علاقتي مع جسمي تكون مبنية على الحب. فدايما لما اجي اعالج ده ببدأ اقول لنفسي انا بحب جسمي، انا متقبلاه، مفيش حاجة في ايدي ان انا اغيره، بالعكس انا بحترمه جدا وبحبه. هيجي بعض من الافكار القديمة، لما تيجي الافكار القديمة مع الوقت هيبدأ السبكونشس يجمع الافكار الجديدة، فاحنا بنشيل حاجة وبنحط حاجة مكانها. خلي دايما علاقتك اهم حاجة مع جسمك، او مع جسمك اهم حاجة. لو انت اصلع، لو انت بكرش، اللي هيتقبلك زي ما انت، فانت لازم انت اللي تتقبل نفسك.